ايه ده؟ وانت اجمد من الاكل. حلوه حلاوه. المحشايه ما بتمطش والله، لا دافعين لي ولا اي حاجه. والان بقى مع المفاجاه جوسي. ده شبح اللي يخلص ده اتحداك تلاقيه في اي حته تانية. تعالوا النهارده في مطعم الوليمه عجمان ناكل اكل مصري حلو بقى، يلا بينا. هتاكلنا ايه؟ اللي تخطر في بالك مثلا ممبار ملفوف مع ورق عنب. طب محمد هيظبط لنا حبيبي طبق كده من اختصاصه. تعال نجرب الطبق ده. نية يلا بينا كده. يلا بينا. بص اللحمه بقى. طيب ندوقها بقى ونقول راينا. حلوه حلوه حلاوه. ايه الطعابه والحلاوه دي اقسم بالله. والله لا دافعين لي ولا اي حاجه، انا دافع فلوس الاكل ده بس الاكل حلو. المحشي محشي كرنب. المحشايه ما بتمطش. تعرف منين؟ بص بص بتقطم معاها. فهمت حاجه؟ مش محتاجه حاجه يعني. اوريكم حاجه. انا قايل له يحمره زياده. بص بص بيقرمش ازاي. هنعمل ايه بقى؟ ناخده كده ونحطه هنا وهم يا جمل. ايه الاكل ده يا جماعه؟ شوربة الأسود تشربها تبقى في حتة تانية. شوربة الكوارع. الله والله لا دافعين لي ولا أي حاجة. وحاجة حلوة بقى المخلل، مخلل البتنجان. لما تلاقي على أي ترابيزة اعرف إن الناس دي بتفهم. حراق سيدة. لحمة ملبسة فيها حتت دهنة طبعا. عشان إيه؟ أكيد ليها سبب يعني. يا جماعة الوليمة في عجمان قصة تانية بجد، قصة تانية. بص 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 ايه ده؟ ده يا ريس اكل حلو بجد والله. راجل بياكل دوق دي وقول لي رايك. والله ما دافعين له حاجه، مش متفقين والله. جوسي. والله الاكل جامد 100 100 وانت اجمد من الاكل حبيبي. الله يسترها معاك. والله انا متابعك من 10 دقايق. أنا من أشد المعجبين بحضرتك. محمد سخن اهو قام واحد. لا 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 الشغل جاي. حبيبي حبيبي. الطبق ده بقى فيه لحمه وممبار وكرنب ملفوف كرنب ب 35 درهم. اتحداك تلاقيها في اي حته تانية غير في الوليمه عجمان. والله لا دافعين لي ولا اي حاجه. وتعالى واطلب وقول لي رايك. بس قول له طبق الايه الابطال وشوربه الاسود. اللي هيجي ان شاء الله هيجيله نفس الكميه ونفس الاكل. لو ما حدش جاله نفس البتاع حسبي الله ونعم الوكيل. بعد ما تاكل الاكله التقيله دي قوي بيعرض عليك بقى ان انت تاخد كركديه ساقع او عرق سوس اللي انت عاوزه، تشرب وتتهنى. وده مسك الختام. والله لا دافعين لي ولا اي حاجه. خلاص يا وحش بقى، احنا هنقضي والله لا دافعين لي طول الليل ولا ايه؟